أيوة يا ماما نونة، تحكيلنا حكاية جديدة. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام يا ماما نونة. آدم ورؤى جم لماما وهم فرحانين جدا، قالوا لها يا ماما أخيرا بكرة المدرسة. قالت لهم أيوة، يلا بينا نجهز حاجات المدرسة. انتوا فرحانين؟ قالوا لها أيوة يا ماما طبعا احنا فرحانين. وآدم جه قال لها أنا أصحابي وحشني جدا. ورؤى كمان قالت لها أنا عايزة أروح المدرسة عشان أصحابي وحشني. ويا ترى فاكرني ولا إيه يا ماما؟ ماما قالت لها أكيد فاكرينك يا رؤى. راحوا يا حبايبي اختاروا الكراسات وحطوها في شنطتهم، وماما ظبطت لهم حاجتهم وكانوا متحمسين جدا. ماما قالت لآدم ورؤى احنا ان شاء الله السنة دي عايزين نبدأ بداية جديدة. قالوا لها ازاي يعني يا ماما؟ قالت لهم لازم ننسى شوية الكرتون وما نقعدش قدام التلفزيون كتير زي الأول، وكمان اللعب لازم نقلله عشان خاطر عندنا واجبات كتير لازم نخلصها الأول، وبعد كده نلعب براحتنا. بس مش براحتكم قوي يعني. قالوا لها يعني ايه يا ماما ليه طيب؟ قالت لهم عشان خاطر تبقوا شاطرين في المدرسة، علشان احنا خلاص لعبنا كتير قوي واتفرجنا كتير قوي كمان على التلفزيون. خلاص كده الأجازة عملتوا فيها كل حاجة، فلازم يا حبايبي المدرسة نذاكر فيها ونكتب واجباتنا ونبقى محافظين على مستوانا. قالوا لها يعني ايه يا ماما؟ قالت لهم يعني يا حبايبي لو انتوا كل يوم ذاكرتوا دروسكم هتبقى سهلة عليكم وهتجيبوا درجات حلوة في المدرسة والمدرسين هينبسطوا منكم. راحت رؤى قالت لها انا ان شاء الله هجيب الدرجات النهائية على طول، بس انا الحفظ ده مش بحبه. راحت ماما قالت لها ما هو انتي لازم تحفظي بالورقة والقلم. لو انتي يا رؤى انت وآدم حفظتوا الكلمات بالورقة والقلم هتبقى سهلة عليكم جدا. آدم قال لها والقرآن؟ قالت له وبرضو القرآن لو انت قريت الآية كذا مرة هتحفظها ومش هتنساها أبدا. آدم قال لها أنا كمان هجيب الدرجات النهائية. يا ماما أنا فرحان قوي، أنا عايز أنام بدري عشان خاطر أشوف أصحابي بقى. راحت ماما قالت له ماشي لما نشوف الحماس ده هيفضل على طول ولا لأ. راحوا يا حبايبي آدم ورؤى ناموا بدري وصحوا كمان بدري، وماما جهزت لهم حاجتهم وراحوا المدرسة. وبعد ما خلصوا اليوم الدراسي بتاعهم رجعوا، وراحت ماما بصت في الشنطة بتاعتهم عشان تشوف هم أكلوا سندوتشاتهم ولا لأ. لقت رؤى مش مخلصة أكلها. راحت قالت لها ينفع كده يا رؤى؟ ليه ما أكلتيش؟ وبصت كمان في شنطة آدم ولقت إن هو ما أكلش سندوتشاته كلها. زعلت جدا وقالت لهم يعني أنا بقف في المطبخ أفضل أعمل لكم الأكل وأنا فرحانة وأقول إن انتوا هتاكلوه كله تيجوا ترجعوا لي بيه كده؟ قالوا لها يا ماما أصل إحنا ما كانش لينا نفس. قالت لهم لأ، وجبة الفطار دي أهم وجبة. قالوا لها ما احنا هنفطر في البيت. قالت لهم لأ، انتوا لازم تفطروا في المدرسة علشان خاطر انتوا بتصحوا على طول وتروحوا على المدرسة. لما كنتوا في البيت كنتوا بتقوموا من النوم وبعد كده تفطروا كأنكم بالظبط برضو وانتوا في المدرسة بتقوموا من النوم تلبسوا حاجة تلبسوا وبتروحوا المدرسة، والمفروض ان انتوا تفطروا في المدرسة. انا زعلانة جدا منكم، انتوا كده هتبقوا ضعاف ومش هتركزوا وكمان مش هتبقوا حلوين ومش هتجيبوا درجات حلوة. قالوا لها لا لا يا ماما انا عايزه اجيب درجات، احنا عايزين نجيبوا درجات حلوه عشان خاطر نبقى شاطرين.
راحت قالت لهم خلاص لو انتوا مش عايزين تزعلوني وعايزين تجيبوا درجات حلوة لازم تاكلوا كل يوم، علشان خاطر يا حبايبي جسمكم يبقى قوي، وعلشان خاطر تقدروا تعملوا الواجبات بتاعتكم وتذاكروا وانتوا في نشاط. قالوا لها يعني هي وجبة الفطار دي مهمة قوي؟ قالت لهم ايوه طبعا. راحت ماما قالت لآدم ورؤى اوعدوني بقى ان انتم بعد كده تيجوا مخلصين أكلكم. راحوا قالوا لها خلاص يا ماما والله احنا بعد كده هتيجي تلاقينا أكلين الأكل كله. راحت ماما حضنتهم وقالت لهم شاطرين. بدأوا يا حبايبي يجهزوا حاجتهم ويجهزوا الواجب بتاعهم وكتبوا واجباتهم، وكمان يا حبايبي ناموا الساعة 8 بالليل علشان خاطر بيصحوا بدري وهم في نشاط ومش كسلانين. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. تصبحوا على خير يا حبايب ماما نونا. ولو عجبتكم القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس. مع السلامة.